خير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين، وصحة رمضانكم صحة فطوركم، لرابع يوم لشهر رمضان الكريم. وهيا معايا نشوفوا روتيني لرابع يوم واش طيبت في النهار الرابع من شهر رمضان الكريم. أول حاجة بديت بالدوارة، الدوارة اللي توحم عليها الزوج درتها تغلى باش تنحى هذيك الزفارة، وجيت خدمت لا طاغت سيترون، لا طاغت سيترون ولا لي طاغت. أولًا درت كريمة السيترون اللي تعودتوا عليها، درت كيسان تاع الحليب، 3 مغارف مايزينا، 3 تاع السكر، 2 حبات تاع البيض مبشور، حبة تاع القرص وعصير حبة تاع القرص كاملة، ودرت معطر ومنكه الليمون وخلطت كيما شفتوا بارد في بارد، وحطيتها على النار حتى جمدت، وحطيتها في ريسيبيون وخلطيتها في ماليمونتير وخليتها تبرد تمامًا، وجيت خدمت لاباط هذه الوصفة اعتمدوها يا البنات راح تعجبكم بالبزاف وأيضًا اقتصادية. درت 3 مغارف تاع مارغرين كيلت بالمغرف فقط، درت 4 مغارف تاع الزيت، حبة تاع البيض، و2 معالق أكل تاع سكري غلاس، رشة تاع لافاني، مبشور الليمون، وبديت نخلط بيدي فقط هكذا، ومن بعد طميتها بالفرينة حتى تحصلت على عجينة متجانسة كيما عجينة الصابلي طبعًا واللي تركوا على بالكم. هذه لاباط بزاف بنينة، صدقوني رائعة جدًا، جربوها وراكم رايحين تشوفوا النتيجة تاعها مبهرة. ومن بعد خليتها هنايا عفوا مباشرة شكلتها درتها في ليمون، ومن بعد قبتهم بالفرشاة. حبيت شوفوا في لي طاغت نحيتهم من طريقي باش ما يشدوليش الوقت، وتاني كنا هنا صباحا باش يقعدوا في الثلاجة يبردوا. درتهم في الفور يطيبوا كيما شفتوا تقبتهم بالفرشاة ودرتهم في الفور يطيبوا، وجيت جبت هذيك لا كريم تاعي اللي كانت بردت لا كريم او سيترون، وزدت لها 2 ملاعق الاكل شونتيي معمرين، وبديت نطلع فيها بالباتور كيما هنايا بالفوي كيما راكم تشوفوا. شوفوا طلعت حتى ولات موس ليمون رائعة جدا هذا الكريمة. شوفوا هذه الوصفة وصفات اللي نجيب لكم وصفات تاع زمانة. الوصفات هذو تاع زمان الله الله. هذه لي طاغت كنت ديجا درتها معاكم ونزلتها في التيك توك ودرتها هنايا وراح نعاودها لكم. درتها هنايا طاغت كبيرة ودوكا درتها هكذا انديفيديال في لي طاغت الصغار لي فون دو طاغت صغار هكذا. عمرتهم كيما راكم تشوفوا الكريمة هذه عمرتهم عادية كيما تعمري لي طاغت. ومن بعد وشنو هو التزيين بالكاوكاو. شوفوا تحمصوا حتى يتحمر مليح ذاك الكاوكاو. انا هنايا وسيتو في الاشهر وخليته شويه خشين، ومن بعد تبداي ديري بهذا الشكل هكذا من الفوق نعمّرهم بالكاوكاو. هذه لي طاغت هذه كنا ناكلوها كي كنا صغار تاع زمان، نشفى لها البنتها مازالها عندي سورتو خاصةً تاع لافاني. ومن بعد درتها لا جولي كذا من الفوق باش تجي تعطيني ديك لا بغيونس، والأخرى شكلتها كيما شفتوا هكذا درت لها فقط الليمون وخليتها. من جهة جيت الدوارة تاعي كانت نحت هذيك السفورية وكامل، جيت حمصتها. الدوارة تاعي درت لها الثوم درسة يعني تاع الثوم والملح، ودرت لها مغرف تاع عكري، مغرف طماطم صبرة، طماطم مرحية حب، ودرت ملح فلفل الكحل قزبر والكروية حمص، درت لها الحميصة وخليتها حتى طيب. كي طابت كامل مرقتها درت لها وحدة تاع القرعة وبرش تاع بطاطا، حبة تاع البطاطا درت لها رشة تاع فلفل الكحل والقزبر ورشة تاع النعناع. كي كملت طابت شوفوا كيفاش تعقدت الله الله. وغطيتها طفيت عليها وجيت نخدم لي كيش. كان طابت لي الدوار تاعي وجيت نخدم لي كيش توعي لي كيش درت زوج ايضا لاباط تاع الكيش لاباط كيش بزاف بنينه ورائعه جدا يا البنات. 2 ملاعق اكل تاع مارغرين، ودرت 4 مغارف تاع الزيت، محبة تاع البيض وتوابل عطرية، ودرت رشة تاع الملح. ومن بعد بديت نخلط وطميتها بالفرينة حتى تحصلت على هذه العجينة. جاتني في ذاك المول العجيب تماما. شوفت ذاك المول العجيب عفوا المول الأسطوري. تجيك يعني ما تفضل لك حتى فتيتة تاع العجينة. ونجي نخدم الحشو اللي درت 2 حبات تاع البصل الكبار كيما شفتوا قطعتهم متوسط، ودرت داند اشي. تحبي ديري فيوند اشي تحبي ديري بولي اشي كيما حبيتي، فقط انا كان متوفر عندي الدند ودرت الدند اشي، ودرت ملح فلفل كحل قزبر وخليتها حتى تحمصت وتكراميل هذاك البصل مع هذاك الدنداشي. وجيت درت هذيك العجينه في المول الاسطوري كيما راكم تشوفوا، ودرت ديك الحشوه
كامل ستفتها. مام الحشوة هذه جاتني سوا يعني ما فضلت لي لا حشوة ني عجينة. وحطيت فوقها هكذا الفخوماج ديري اللي حبيتي، فرمجيها كيما بغيتي. انا هنايا درت موندور تاع داك البيدون عمرت كامل، وزدت جبت خدمت لاباراي وكيش درت 4 حبات تاع البيض، درت قرصة تاع الملح، ودرت كيما شتوني درت جبن مبشور وشوية تاع الحليب فقط وخلطت مليح. ومن بعد درتها هكذا من الفوق. الجبن اللي درت موندور، انا نستعمل موندور بنين بزاف ويعطي نتيجه رائعه للاطباق تاعي. كيما شفتوا شكلتها هكذا كامل في فوق هذاك الحشوه. ومن بعد زدت طرفت لها شويه تاع الفرomاج ودرتها في الفور وخليتها حتى طابت وطلعت لي نتيجه رائعه جدا. لاباط تاع الكيش بزاف هشيشه ونشوفوا ذاك الجبن كيفاش ذاب الداخل وجات طريه الحشوه ما شاء الله. بعدها نجي خدمت لو كيش تاعي ونجي نخدم المطلوع هو اخر شيء نخدمه كي ما بقاليش بزاف للمغرب. درت راني ديجا بارطاجيته معكم لكن الوصفه حنعاودها لكم. درت 2 كيلات تاع السميد متوسط ولا رطب، 2 كيلات تاع الماء، مغرف تاع السكر وزوج مغارف تاع خميره الخبز. نديرهم بالباطور نطلعهم بالميكسور كيما شفتوا، ومن بعد نزيد لهم 2 كيلات تاع الفرينه، 4 مغارف تاع الزيت سانوج والملح ونعجن ونخليها تخمر. كي تخمر لي العجينه نجي نخسها الخمر بلون دو طرافاي ومن بعد نبدا نقرصها. كيما شفتوا هنايا انا درت لي هنا 5 خبزات، خبز مطلوعات صغار متوسطين يعني الحجم. خليتها تخمر وجيت طيبت المطلوع تاعي كيما شفتوا، والنتيجه تاعو رائعه جدا، من انجح وصفات المطلوع. روحوا شوفوا في القناه تاعي راكم رايحين تلقاوه، وايضا شوفوا جربوه والله ما تندموا عليه البنات، النتيجه تاعو رائعه جدا. ديجا درت لكم وصفات تاع الخبز، خبز الساندويتش وصفات ناجحة 100%. روحوا جربوهم بما أنه رانا في شهر رمضان الكريم. ننصحكم تدخلوا القناة تاعي وتشوفوا كامل وصفات تاع الخبز ناجحة 100%. جربوهم راح يعجبوكم بالبزاف. اغتنموا الفرصة تاع شهر رمضان الكريم، اللي ما تعرفش تعجن المطلوع تعجن راح تعجبها بالبزاف. وهذه نتيجة تاع اطباقي اللي طارت اللي كنت درتهم، طارت الليمون ولا طارت هذه بالكاوكاو من الفوق، وايضا الدواره شتوها وليكيش. الى عجبتكم الوصفات تاعي ما تنساوش تدعموني بجام وديروا لي اشتراك القناه تاعي، وديروا لي جنب الفيديو تاعي باش يوصل لاكبر عدد ممكن لينا من المتابعين. وجربوا وصفاتي واعطوني رايكم.